علي من العراق. تفضل علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. مرحبا بك، أهلا وسهلا. حياكم الله. أنا أود أن أسأل سؤال. أنت بعض المتصلين لاحظنا يريدون التقريب للتخريب، ولاحظنا اتجاه آخر من المتصلين لا يريد هذا الشيء. هنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل التراث الموجود والأحاديث الموجودة مثل على سبيل المثال لو أخذنا فتاوى ابن تيمية، هل هذه الفتاوى تتناغم مع التقريب؟ نعم. عندما يكفر نعم. هل تتناغم التقريب طيب. مع التكفير عندما يكفر؟ يعني هل ما رأيك بفتوى أنه يكفر طيب. يبيح قتل من يجهر بالنية؟ طيب. نعم. ما في مشكلة، اتضح سؤالك يا علي، بس خليك معنا على الخط. معك كتاب أوائل المقالات؟ موجود، ليس تحت يدي. نعم. ليس تحت يدك. طيب، ممكن تقرأ علينا ولو حتى في النت تخرجه كلام الشيخ المفيد في الإمامة. كلام الشيخ المفيد بالإمامة طبعا مسألة التكفير للجاحد فيها الذي يعرف فيها، لكن ابن تيمية يكفر من يجهل بالنية. ابن تيمية لا يكفر الجاهل. ابن تيمية لا يكفر الجاهل. خذها مني. ابن تيمية لا يكفر الجاهل. الجاهل شرط للرفع من العهد، لكن لا تهرب. معلش يا علي، لا تهرب. هل ممكن تتفضل لو تكرمت تتفضل تقرأ على الأمام الجمهور كلام الشيخ المفيد في أوائل المقالات عن الإمامة؟ ممكن؟ جيد جدا. أولا أنا بنفسك عن لفظ تتهرب. اقرأ. معلش اعتذر. اقرأ لو سمحت، بخرطب الأصوات. اقرأ الآن. اقرأ كلام الشيخ المفيد في أوائل المقالات، ولك حرية الوقت. اشرح بعد ذلك، بس اقرأ كلامه حتى يطلع الجمهور، ثم اشرح وقل لا والله ما يقصد كذا، يقصد كذا. تفضل. يعني أنت جدا خجل من فتوى ابن تيمية؟ اقرأ كلام المفيد. ابن تيمية هذا كتاب سني. اقرأ كتبكم أنت. كتاب المفيد. إذا أنت تتهرب، إذا أنت تتهرب. هل ابن تيمية كفر الجاهل؟ لا، أنت تقول احنا لا نكفر الجاهل. ابن تيمية كفر الجاهل. كفر من؟ كفر ابن تيمية كفر الجاهل، نعم أو لا؟ بس سؤال يا علي حتى لا تهرب. معلش، هذا هروب، هذا ليس جرحا لك، هذا واقع. هل ابن تيمية كفر الجاهل؟ أجبني فضلا، أجبني نعم أو لا. ابن تيمية كفر الجاهل؟ نعم. ابن تيمية كفر الجاهل؟ نعم. الجاهل؟ نعم. اقرأ كلامه في الجاهل. تفضل. موجودة في مجموعة الفتاوى. اقرأ كلامه الآن في الجاهل. تفضل. اي نعم. ينبه وإذا عادها يقتل. اقرأ كلامه في تكفير الجاهل فضلا. الآن لا تضيع وقتي. اقرأ كلامه. أقول لك دقيقة تشبيه خفيف. تفضل. ليش خايف؟ لأنك ما قرأت كلام المفيد. تفضل. لا تظن أنك بهذا الكلام ستستفزنا. جالسين معك إلى الفجر. تفضل. انت شبيك؟ ليش خايف؟ خليني احكي. انا خايف. انا صوت وصوره. انت الذي لم تظهر بصورتك. من الخائف؟ لا تهرب. اقرا كلام ابن تيميه. دقيقه رتب الحوار يا اخوان. هذا فوضى، هذه فوضى، هذا تهريج. قلت لك اقرا كلام المفيد، هربت في اوائل المقالات. قلت لك ابن تيميه كفر الجاهل، قلت نعم. اقرا كلامه في تكفير الجاهل فقط. ابغى اسمع كلام ابن تيميه بدون كلام انت هربت، انت كذا. ترفع انت الان عن هذه المصطلحات. تفضل. تسمعني؟ تفضل. تسمعني؟ جيد. أولا عزيزي، لا تقول هرب ومباشرة تقول المقالات أوائل المقالات. أنت شجاع. أنا الذي هربت. أنا هربت. أنت ما شاء الله طيب وسوبرمان. بس فقط فضلا بهدوء يا علي، بهدوء. اقرأ. كسرتونا وفعلتم ما تريدون. حياكم الله. اقرأ. هرب والله من الكلام الذي طلبته منه، لأنه كذب مثل السماء. قال إن ابن تيمية كفر الجاهل. قلت له اقرأ واسمع كلام ابن تيمية الآن أمام الناس، مع أنك هربت من كتاب أوائل المقالات، وهذا حقيقة، والآن هرب. اتصلوا به يا أخوان في الاستوديو، اتصلوا به، هو الذي قطع. ننتظر الآن علي إلى انتهاء الحلقة. كم بقي على انتهاء الحلقة؟